فيلمنا بيبدأ مع بنت جميلة اسمها تشارلي، وبتكون مديرة لشركة كبيرة بتشتغل في مجال الأزياء، والشركة بتكون مشهورة ومعروف اسمها في أمريكا. ومن كتر شهرة الشركة كل وسائل الإعلام بتكون عايزة تعرف تفاصيل أكتر عن الحياة الشخصية بتاعت تشارلي، وخصوصا من بعد خبر انفصالها عن جوزها من سنتين. والمذيعة بتسألها بما إنها فاضية دلوقتي ولوحدها هل ارتبطت بحد تاني ولا لأ؟ وتشارلي بتقول لها إنها اتعرفت على أكتر من شخص ولكن سابتهم كلهم، وده لأن مفيش واحد فيهم مناسب ليها ولا لشخصيتها. وبعد ما المقابلة بتخلص بتتصل بصاحبتها وشركتها في الشركة، وبتحكي لها صاحبتها لورا عن مصمم الأزياء الجديد، وبتقول لها إن هو راجل مميز جدا واسمه جودفري، وبتشوف إنه عنده إمكانيات عالية جدا وهيقدر يفيدهم في الشغل. وبالرغم من كل ده تشارلي بتقول لها إن جودفري مش شاطر قوي زي ما أنت فاكرة، وإن هم محتاجين حد أقوى منه بكتير. وبما إن لورا لها النصيب الأكبر في الشركة فبيكون القرار الأول والأخير ليها، وبتكون مصممة إنه هو يفضل في الشركة لأنه مناسب في الوقت الحالي. وأول ما تشارلي بترجع الشركة بتتصدم لما بتعرف من السكرتيرة بتاعتها إنه جودفري دخل المكتب بتاعها بدون استئذان، وكمان استخدم الكمبيوتر الخاص بيها. وساعتها بتتضايق جدا وبتروح تطرده من الشركة. وطبعا لورا لما بتعرف بتتضايق جدا وبتلوم تشارلي لأنها أخذت قرار زي ده لوحدها من غير ما ترجع لها. وبنفهم من كلامهم مع بعض إن تشارلي طول الوقت بتعمل نفس الحوار ده، إنها بتاخد القرارات دايما لوحدها ومش بتشارك لورا في أي حاجة، وبتتجاهلها كمان وكأنها مش موجودة. وأول ما الاجتماع بيبدأ بتفاجئهم تشارلي كلهم بتاريخ إطلاق خط الإنتاج الجديد بتاعهم، وبتتصدم لورا كالعادة بكلامها. والمرة دي الخناقة بتكبر بينهم، وبتصمم لورا إن دي مشكلة كبيرة وإنه مش كل مرة هتعدي كده بمزاجها، وبتتهمها إنها أنانية ومش بيهمها أي حد حواليها ولا حتى الفريق بتاعها، وده لأنها مش بتاخد رأي أي حد في أي حاجة. بنروح لمكان تاني بنتعرف على فارجاس وجوني، وده اللي بيكونوا شغالين حراس شخصيين، وفجأة بيسمعوا صوت واحدة بتصرخ جوه وبيعرفوا إنه المدير بتاعهم مش كويس وكان بيحاول وهنا بيغضب جوني وبخش وبيضربه، بالرغم من إنه هو عارف إنه هو يتفصل من الوظيفة بتاعته، ولكن بينقذ البنت من تحت إيده. وبالفعل بيفضل جوني من غير شغل في الآخر. وبعد كم يوم بيرجع طرد غريب لتشارلي، وبتلاقي جواه رسائل تهديد وعروسة شكلها غريب جدا. وبالرغم من ان الموضوع ده يقلق بس هي ما بتديش للموضوع ده اي اهتمام، وحتى لما بتحكي لورا بتكون بتحكي لها عادي جدا. وبتصمم لورا ان الموضوع ده كبير وبتجمع مجلس الاداره وبتقرر انها تعين حارس شخصي لتشارلي. وطبعا تشارلي بترفض في الاول وبتكون رافضه الموضوع تماما، وبتقول لهم ان هي مش حابه تكون قلقانه طول الوقت وحواليها قيود. لكن لورا بتشرح لها الوضع اكتر وبتقول لها ان ده هيكون حل مؤقت لحد ما الشرطه بس توصل للشخص اللي بعت لها الطرد ده. وتاني يوم وهي خارجه لشغلها بتشوف راجل مستخبي في العربيه، وساعتها بتترعب جدا وبتتصل بالشرطه، وبتكون فاكره ان الراجل ده بيزرع قنابل تحت العربيه بتاعتها وبيحاول ان هو يخلص عليها. وفجاه بتلاقي الراجل واقف قدامها وهو نفسه جوني اللي لسه متعرفين عليه من شويه، وبتبقى مش عارفه انه ده هيكون الحارس الشخصي الجديد بتاعها وانه جاي هنا علشان يستلم الشغل الجديد بتاعه. وبيحاول ان هو يشرح لها الوضع ولكنها ما بتكونش مقتنعه بكلامه غير لما بتشوف البطاقه الشخصيه بتاعته، فبيأكد لها انه لورا هي اللي بعتها. وبعدها بتتصل بلورا وبتلومها انها بعتت حارس من غير ما تقول لها، وبعد كده بتروح انها تعتذر له على اللي عملته فيه. هو كمان بيحس ان هو غلطان لانه كان لازم يتصل بيها قبل ما يجي، ولما بيجوا يركبوا العربيه بيرفض ان هو يركب قدام وبيشوف ان هو لازم يركب جنبها لانه مش السواق بتاعها، لحد ما بتسوق هي في الاخر وهو بيركب جنبها. وبيحاول في الطريق ان هو يتكلم معاها ويعرفها اكتر، وبتساله تشارلي لو شغله فعلا بخليه ان هو عنده استعداد يموت نفسه علشان يحمي العميل بتاعه، وبيكون متاكد ان سؤالها ده علشان تختبره بس مش اكتر. وبيبدا يتكلم عن نفسه وبيقول لها انه هو شاطر جدا في شغله وكمان دقيق وعنده استعمال ان هو يعمل اي حاجه علشان شغله يكون على اكمل وجه. بعد شويه بيوصلوا مع بعض على المستشفى، وبتصمم ان هو يستناها في العربيه وتدخل لوحدها، لكنه بيقلق جدا وبقرر ان هو يمشي وراها علشان سلامتها. وبيسمعها بتتكلم مع الدكتور عن تكلفه العمليه لشاب مريض بالسرطان وهي بتحاول تساعده. ولما بترجع للعربيه بتلاقيه مستنيها وبقول لها ان هو مشي وراها لانه قلقان وكان لازم يعمل شغله ومش عايز اي حد يلومه. وبيشرح لها ان هو بيقلق جدا لما بيشوف اي ست داخله المستشفى، وده لان امه ماتت بمرض السرطان، ومن ساعتها هو بيتاثر بموقف زي ده وبيحاول ان هو يعرف هي جوه كانت بتعمل ايه بالظبط لانه ما سمعش كل حاجه، وبيخاف لا تكون هي المريضه وبيفضل يضغط عليها علشان تتكلم ولكنها بترفض.
وبتصمم إن صحتها كويسة ولكن مش حابة تتكلم، وأول ما بتخلص شغلها بيمشي معاها وبدخلها لحد البيت علشان يتأكد إنها في أمان. بعد كده بيودعها وبيمشي، ومن كتر تفكيره في الموضوع بيقرر إن هو يرجع للمستشفى تاني، وبروح يتكلم مع الدكتورة علشان يعرف أي معلومة عن تشارلي، ولكن الدكتورة بترفض تتكلم وبتقول له إن دي أسرار مرضى وبتسيبه وبتمشي. وفي اللحظة دي بتيجي رسالة لجودفري من رقم مجهول وبتقول له إن هو نفس الشخص اللي بيبعت رسائل تهديد لتشارلي، وبيطلب منه إن هو يتعاون معاه بما إنها أذته قبل كده. وتاني يوم تشارلي بتخبط في جوني بالغلط وبتدلق القهوة على هدومه، وبتعرض عليه إن هو يستناه في الحمام لحد ما تجيب له لبس تاني يلبسه، وبعدها بتاخد بالها من أثر جرح كبير جدا في رجله وبين إنه قديم، وبيكون عندها فضول تعرف سببه إيه، وبتبدأ تدور وراه وبتعرف ماضيه كله، وبتتصدم لما بتعرف إن هو كان ضابط في البحرية وأنقذ حياة 3 ستات في انفجار قنبلة كبير جدا واتصاب بسببهم. وبعد شوية بيجي لها اتصال من رقم غريب وبيهددها واحد بالقتل، ولما بيحققوا في الموضوع أكتر بيتأكدوا إنه المكالمة دي جاية من جوه الشركة، وساعتها بيشكوا في كل الناس اللي حواليهم، وبيوعدهم جوني إن هو هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يلاقي اللي عمل كده. فبتقلق لورا على تشارلي أكتر وبتنصحها إنها تقعد في البيت كام يوم لحد ما الدنيا تهدى، وبتصمم إنه جوني يفضل معاها طول الأيام دي علشان تكون متأكدة إنها في أمان. وفي طريقهم للبيت بيحاول يعرف إنه لو في أي حد من الموظفين مش بيحبها أو حصلت مشكلة ما بينهم قبل كده وحاططها في دماغه، وبقول لها إنه سامع عن مصمم اسمه جودفري وإنها طردته من كام يوم، وساعتها بيشك فيه أكتر، لكنها بتقول له إنه ده أهبل ومستحيل إنه يعمل كده. فبيسألها جوني عن جوزها القديم، ممكن كمان يكون هو متورط في الحوار ده، لكن تشارلي بتقول له إنه طلاقهم كان ودي جدا وما فيهوش أي مشاكل، وبيبدأ يستفزها بالكلام، وبقول لها إنها بقت خايفة ترتبط بأي حد بسبب فشلها في جوازها الأولاني. فبتتضايق منه وبتطلب منه إنه يركن العربية على جنب، وبتنزل وبتسيبه، وساعتها بحس إنه زودها جدا وبينزل يجري وراها وبيفضل يعتذر لها عن اللي قاله وإنه ما كانش يقصد إنه يزعلها. وفي اللحظة دي بتيجي عربية وهي ماشية بسرعة وبتحاول إنها تخبط تشارلي، لكن بينقذها جوني وبيقدر يحميها في الوقت المناسب، وبيضرب نار على العربية علشان يوقفها، ولكن السواق بيهرب. فبياخدها وبيرجع للبيت بسرعة وبيصمم إنه يفضل معاها في البيت وإنه هو مش هيروح علشان يتأكد إنها بخير، وبيستغل الفرصة تاني وبيسألها كانت بتعمل إيه في المستشفى، وبما إنها خلاص بقت واثقة فيه فبتقرر إنها تتكلم معاه عن حياتها وإنها راحت علشان تدفع تكلفة علاج شاب كان من الموظفين القدامى بتاعتها، ولكن اتصاب بالسرطان للأسف وحالته متأخرة جدا ومحتاج للمساعدة. وبتقول له إنها زعلت عليه وراحت لعيلته واتكلمت معاهم وعرفت وضعه كويس جدا، وكانت مصممة إنها تدفع كل تكاليف العملية. وبيفضلوا يتكلموا طول الليل عن حياتهم الشخصية وبيعرفوا عن بعض حاجات كتير. وفي اللحظة دي بنتصدم إنه لورا هي اللي ورا اللي بيحصل، وإنها كانت مكلفة حد يدوسها بالعربية علشان يخلص عليها، والشخص اللي كان في العربية ده هو جودفري، وبيشرح لها إنه هو كان هيتخلص منها خلاص، ولكن جوني كان هو اللي واقف في طريقه، وبحس إنه هو عمل حاجة غلط لأنه شخص مش وحش، وبيرفض إنه هو يكمل معاه في التمثيلية دي، وبيقول لها إنه هو مش هيأذي أي حد تاني، ولأنه لورا كانت متوقعة اللي هيعمله فبتخلص عليه بالسلاح اللي معاها، وبتحاول إنها تلاقي خطة عشان تتخلص من جوني كمان. وتاني يوم أول ما بيصلوا للشركة ولورا بتفضل تعيط وبتقول لهم إنه جودفري كمان اتقتل وإن الموضوع كبر جدا، وأول ما بيشوفوا العربية بتاعته في الأخبار بيفتكروا إن دي نفس العربية اللي كانت هتدوسها، وقبل ما يكملوا كلامهم الشرطة بتدخل عليهم وبيأمروا إن هم يفتشوا المكان، وبياخدوا سلاح جوني منه وبيتهموه بقتل جودفري، وطبعا كل ده من تخطيط لورا. وبتقول لهم تشارلي إنه جوني كان معاه في البيت، ولكن للأسف ما بيكونش عندهم أي شاهد يأكد كلامهم، حتى التحقيقات بتأكد إن الرصاصات اللي مات بيها طالعة من سلاح جوني. فبيحاول جوني إنه هو ينقذ نفسه من الموقف، وبيفضل يقول للمحقق إنه ملوش علاقة بأي حاجة خالص وإنه هو بس كان بيحمي تشارلي. وساعتها بيبدأ الضابط إنه هو بيتهم تشارلي كمان، وبيشوف إنها ممكن تكون متعاونة معاه وإنها اتفقت معاه يخلصوا على جودفري علشان يتخلصوا منه. وفي اللحظة دي جوني بيحس إنه مفيش فايدة ومحدش هيصدقه، فبيقرر إنه هو يهرب وبياخد تشارلي وبيجري بسرعة برا الشركة، وبيشوف إن دي أحسن طريقة متاحة ليه علشان يقدروا يجمعوا أدلة على براءتهم، وده لأنهم لو اتحبسوا محدش هيساعدهم خالص. وجوني بيتأكد إنه في حد بيحاول إن هو يورطهم في القضية عشان يلبسهم كل الأدلة،
وبتستغل لورا الفرصة دي وبتتكلم في وسائل الإعلام وبتقول إن جودفري من فترة اتخانق مع تشارلي وإنها حطاه في دماغها وطردته من الشركة من غير أي سبب، والتصريح ده بيخلي جوني يشك فيها أكتر وإن هي ورا كل اللي بيحصل. وبتتصدم تشارلي فيها لأنها كانت واثقة جدا فيها وكانت أقرب صاحبة ليها. وبما إن هم تم مطلوبين من الشرطة بيحاول جوني إن هو يحط خطة كويسة علشان يقدر يثبت براءتهم في أسرع وقت ممكن. وأول حاجة بيفكر فيها إن هم لازم يستخبوا في مكان آمن علشان يقدروا يفكروا كويس. وطبعا بيروح لصاحبه فرجاس وبيحكي له كل اللي حصل وبيطلب منه إن هو يساعده. وبيتوتر صاحبه جدا لما بيعرف إن هم متورطين في قضية قتل وبيرفض وبيقول له إن هو مش عايز مشاكل. وبالرغم من كل الخدمات اللي جوني كان عملها له زمان وإنه طول الوقت كان واقف جنبه وبيفكروا بيها، لكنه برضه بيصمم إن هو لازم يحافظ على حياته. وبغير رأيه في الآخر لما جوني بيعرض عليه مبلغ كبير جدا مقابل إن هو يساعدهم. وبالليل بيتصل بيه واحد تاني وبيهدده بالتليفون وبيقول له أنا عايز الفلوس اللي ليا في أسرع وقت ممكن. وفي اللحظة دي بيشوف لورا والأخبار اللي نزلتها وبيحس إن هو لو اشتغل معاها ساعتها يقدر يكسب فلوس أكتر ويسدد الديون اللي عليه. وفعلا بيكلمها ويقابلها وبيعرض عليها إن هو ممكن يقول لها على مكان تشارلي مقابل 200,000 دولار، ولكن لورا بترفض إنها تديله مبلغ زي ده علشان معلومة صغيرة، وبتقول له إنها ممكن تديله ضعف المبلغ ده مقابل إن هو يخلص على الاتنين. وطبعا هما الاتنين ما بيكونوش عارفين إن هو هيخونهم وعلشان كده بيكونوا نايمين في بيته لحد الصبح. وأول ما بيصحى بيحاول جوني إنه يتواصل مع صاحبه تاني على أمل إن هو يساعده، وده لأنه مش مطمن لفرجاس ده. وبتحس تشارلي إن هو مخبي عليها حاجة وبتضغط عليه علشان يتكلم. وفي الوقت ده صاحبه بيستعد علشان يهجم للبيت علشان يتخلص منه، ومن حظهم إنه جوني بياخد باله وعلى آخر لحظة بيقدر يتفادى الرصاصة اللي بيضربها صاحبه عليه. وبقول لتشارلي إنها تروح تجهز العربية بسرعة علشان يهربوا، وبيروح هو علشان يواجه صاحبه وبيهرب منه بصعوبة كبيرة. وأول ما بيركبوا العربية وبيمشوا بيستغربوا من اللي عمله وبيشكوا إنه لورا هي تواصلت معاه وإنها هي اللي خلته يحاول يقتلهم. وفي الطريق بتلاحظ تشارلي إن فرجاس ماشي وراهم وبتقرر إنها ما تقولش لجوني أي حاجة، وبتتصرف المرة دي من دماغها علشان توقعه في الفخ. وبتوصل مع جوني للبيت وبتركن العربية وبتاخده وبتدخل وبتربط جوني في السرير بالعافية وبتسيبه. وبتروح تواجه فرجاس علشان تسجل كل المعلومات اللي هي عايزاها، وللأسف فرجاس بيعرف خطتها وبيضربها. وقبل ما يقتلها بتعرض عليها تديله مبلغ ضعف اللي لورا هتديهوله مقابل إن هو يعترف باللي لورا طلبته منه. فبتسجل كل اللي قاله وبعدها فرجاس بخاف وبقرر إن هو يخلص عليهم هما الاتنين وينجز حاله. وساعتها تشارلي بتشرح له إن أصلا ده بيت لورا وإنها تدخل عليهم دلوقتي. فعلا لورا بتوصل وبتتخض لما بتشوف عربية تشارلي وبتدخل البيت وبترفع عليهم السلاح وبتخاف بيتها يكون مسرح جريمة. وبتطلب من فرجاس انه ينقلهم بعيد وخلص عليهم هناك. وقبل ما يمشوا لورا بتتكلم لأول مرة عن مشاعرها وبتتهمها انها أنانية ومهملة معاها جدا وبتعتبرها انها ملهاش وجود في الشركة بالرغم من انها ليها النصيب الأكبر وكانت من أول المؤسسين للشركة دي وانها تعبت عليها جامد جدا. وبما انها جت فترة اضطرت انها تبيع جزء من أسهمها لتشارلي فما كانش في حل غير انها تخلص عليها علشان تقدر تدير الشركة بنفسها وتاخد كل القرارات من دماغها. وبعدها بيقف جوني وتشارلي عشان يحفروا قبرهم بايديهم وبيهددهم صاحبه بالسلاح بتاعه. وفي اللحظة دي تشارلي بتعتذر من جوني لانها هي السبب في كل ده وهو ملوش اي ذنب، وبتقول له انها سجلت كل اللي حصل وان هم دلوقتي معاهم دليل براءتهم، وكمان طلبت الشرطة وهي في طريقها ليهم. وبيستغل جوني الفرصة وبيحاول ان هو يكسب وقت وبيهاجم صاحبه وبيبدأ يضرب فيه. وبتروح تشارلي لورا وبتسمعها التسجيل اللي معاها، وقبل ما تاخده منها أو تأذيها الشرطة بتوصل في الوقت المناسب وبيقبضوا على لورا وبيأكدوا لها إن هم تأكدوا بالأدلة إن لورا هي المتهمة الأساسية في القضية وإن الرصاصة اللي طلعت من جسم الجثة متطابقة مع السلاح اللي لقوه في الفيلا بتاعتها. وبتشرح لهم تشارلي كل اللي حصل بالتفصيل، ولورا بتفضل تقول لهم إنها ما كانتش تقصد إنها تعمل كل ده، ولكن في الآخر بياخدوها وبيمشوا. وبتقرر الشركة بمجلس الإدارة إن هم يشيلوا جوني من المنصب بتاعه كحارس شخصي بما إن القضية خلصت واتقفلت. وبدل ما هما الاتنين يزعلوا لا بالعكس بيفرحوا وبيحسوا ان دي فرصة ليهم علشان يقدروا يعيشوا حياتهم بعيد عن الشغل ويرتبطوا كمان من غير اي مشاكل بعد ما تأكيد ان هما مناسبين جدا لبعض وفاهمين بعض كويس جدا. والهنا بينتهي الفيلم. سلام.